في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن 3 عيوب او مشاكل لو فيك ونفسك تبدا شغلك الخاص خليك في شغلك احسن. فلو قررت تغيرهم تعالى بقى اما اقول لك على باقي المشاكل عشان تشتغل على نفسك اكتر. بس قبل ما اقول لك ما تنساش تعمل فولو ولايك. انا محمد مشالي وجاي لك من سوق العمل. شوف يا صديقي، لو مالكش في المخاطره وبتحب الاستقرار يبقى خليك في وظيفتك احسن، لان مجال رياده الاعمال مليان مخاطر ومتغيرات كتيره في الاسواق وملهاش اخر، وعشان كده لازم تكون مستعد ليها ومستعد لمنافسين جداد ممكن يظهروا لك في اي وقت ومن اي مكان. وده ياخدنا للنقطه اللي بعدها وهي المذاكره. خليك عارف ان المجال ده فيه تحديثات كتيره وتحديات جديده، وده هيخليك عامل زي الطالب اللي محتاج يذاكر دايما كل حاجه بتحصل حواليه. ولو فاكر ان بمعلوماتك الاساسيه دي هتقدر تبدا في المجال وبعدها ترتاح، فانت مجرد ما هتحط رجلك هتتفاجئ انك لسه مش عارف ودايما عايز تسال وتتطور. اخر عيب ممكن يبوظ لك شغلك لو ما بتعرفش تفصل حياتك الشخصيه عن الشغل. شوف، انت ممكن يكون عندك كل المهارات الشخصيه والفنيه والاداريه اللي تاهلك انك تعمل بيزنس خاص بيك، لكن فكره انك ما تعرفش تفصل ما بين حياتك الشخصيه وشغلك وانت في الوظيفه ممكن تعدي، لكن في البيزنس الخاص بيك هتسبب لك خسائر كتير، خصوصا لو مشاعرك هي اللي بتتحكم اكتر في قراراتك العمليه. ساعتها بقى يا صديقي استغل مشاعرك اللطيفه دي في مجال تاني بدل ما تخسر حاجات كتير مش بس فلوس. وبس يا سيدي، ما تنساش بقى تقول لي بعد الحاجات اللي قلت لك عليها في الفيديو ده والفيديو اللي فات شايف نفسك رائد اعمال بنسبه قد ايه، وايه المجال اللي نفسك تشتغل فيه. وطبعا ما تنساش الفولو واللايك والحركات اياها.